الدكتور علي يابا. علي ده كان زمان، باين قوي انه اتغير، بقى حاجة تانية خالص يا عم السيد. عموما احنا عملنا الواجب مع الحاج مصطفى وخلاص. عندك حق، خلاص انا مروحة. ما ترش على بره يا بيت، راح القهوة ولا مروحة؟ اغير الهدمة اللي عليا دي والبس هدوم الشغل. بس ايه الحلاوة دي يا بيت؟ داني لو ما كنتش ابوكي كنت ادور على ابوك عشان اخطبك منه. هي الهدوم دي جديدة؟ ايوه يابا جديدة، ما نبني منها غير التعب وقلة القيمة. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا أميرة. اوعي تقولي جايه تتفرجي على التلفزيون معايا ولا في حاجه تانية؟ ابدا، بس انا مش جايلي نوم. تنامي من دلوقتي ليه يا أميرة؟ استني لما بابا يجي ونتعشى سوا. قولي لفتحي دي اوامر. فتحي؟ ايه هو فتحي لسه ما جاش؟ ابن اخوكي وانتي ادرى بيه، تلاقيه سهران في الشغل. معلش يا أميرة، بكره يعقل ويفهم معنى الحياه الزوجيه والاستقرار ماما انتي بتصبريني ولا بتصبري نفسك؟ قصدك ايه يا أميرة؟ وايه المرار اللي في كلامك ده يا بنتي؟ مرار؟ أميرة راشد أبو جرانة، بنت أكبر رجل أعمال في اسكندرية، وزوجة سليل الحسب والنسب فتحي بيه الراعي. قصر طويل عريض، عربيات أحدث موديل، وتقولي لي مرار؟ أميرة مالك النهارده؟ في ايه؟ علي أخد الدكتوراه ورجع من السفر خلاص. علي؟ أيوة يا دكتورة، علي تلميذك النابغة رجع خلاص. صدق الله العظيم. ادخل يا علي. ممكن اقعد معاك شويه يا حاج؟ ممكن، داني مستني الشوية دول من ساعة ما سافرت. تعال يا حبيبي جنبي، تعال اقعد. الحقيقه يا حاج كنت عايز افتح معاك موضوع السوق. طب خد نفسك من السفر، مستعجل قوي على الشيلة يا دكتور. عدد السكان عندنا في منطقه باكوس كبير، يعني ممكن يبقى هدف استثماري كبير، ومع وجود ارض السوق دي ممكن نحقق مكاسب هايله. ايوه كده، هو ده اللي كنت مستنيه منك. اكيد العلم اللي درسته بره هيفيد السوق وناسه وينقلهم نقله تانية. لا مش مجرد نقله، دي هتبقى ثوره. سوق بشكل جديد، سوق بنظام عالمي وعلى مستوى التكنولوجيا اللي في العالم كله. علي يا ابني، انا مستني رجوعك بالسلامه عشان تستلم كل شيء وتتحمل مسؤوليته. بس الاول تقصد كريم من بكره وتروح الجامعه عشان تستلم شغلك فيها. انا مش هدرس في الجامعه يا حاج. ايه؟ انت لسه ما قفلتش القهوة يا صبري؟ وانت ايه نزلك من البيت السعاده يا توحه؟ بصيت من البلكونة لقيت القهوة منورة، قلت نطمن. تقوم واخده بعضك ونازله؟ مش خايفه على روحك من السوق وبلاويه؟ ده انا خوف بلد بزيها. الله جرايه يا صبري، مالك مش على بعضك كده من اول النهار؟ اصله توحه تجوزين؟ لا فهمني بقى، يعني ايه مش هدرس في الجامعه دي؟ امال سافرت وخدت الدكتوراه من بره ليه؟ يعني مرتب الجامعه هيكون قد ايه يا حاج؟ انا عايز اعمل مشروع استثماري كبير على ارض السوق، طبعا بعد ما ننضفها من البياعين اللي فيها. ايه؟ ما احنا لازم نمشي البياعين ونشتغل صح على نظافه. أنا مش مصدق وده. بياعين السوق دول أهلك وناسك، عاوز تنظف السوق منهم؟ ليه؟ أنت فاكرهم إيه يا ابني؟ يا حاج الاقتصاد ما بيعرفش المشاعر اللي انت بتتكلم عنها دي. الاقتصاد يعني ارقام، والارقام لا بتحب ولا بتكره. ملعون ابو اللي ما يعرف الرحمه والعشره والموده، وملعون الاقتصاد ده اللي ملوش قلب وما يعرفش الحب والانسانيه. هو البني ادم اللي بجد يقدر يتهنى بجنيه هبشه من عوزة اخوه بلقمه نتشها من بق عيل محتاجها؟ يا حاج الحكايه ابسط من الزعل ده كله. هي ارض السوق دي ملك مين؟ مش ملكنا. والناس اللي بتتكلم عنهم دول مستاجرين ومن غير عقود موثقه كمان. احنا بقى هنطور منظومه السوق ده، ودول مالهمش مكان في التطوير ده خالص. طور نور حور، الكلام الكبير ده يفهمه بتوع الجامعه اللي زيك. الحاجه الوحيده اللي انا افهمها هي حقوق الناس في لقمه العيش. ارض السوق دي ملكنا احنا، والناس بياكلوا فيها لقمه عيشهم، واحنا مالنا بكل ده يا حاج؟ يروحوا ياكلوا لقمه عيشهم في اي حته تانية ولا حتى عنهم ما اكلوا. يا حاج لو عايز تنجح وتكسب ما تبصش غير لمصلحتك، مصلحتك انت وبس. مساء الخير يا أميرة.
ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ كنت عايزة أتكلم معاك كلمتين يا فتحي. من نوعية كنت فين وسهران مع مين وانا زهقت. أميرة، أنا تعبان وعاوز أنام. اتفضل يا بيه، اللوكاندا جاهزة لاستقبال سعادتك. هو البيت ايه بالنسبة لك غير كده؟ ابتدينا. أميرة قلتلك تعبان وعاوز أنام. أنا قررت أنزل الشغل تاني. شغل؟ وتاني؟ هو أنتي كنت بتشتغلي إيه أولاني؟ أنا صحفية، أيوه، وسبت الشغل علشانك. علشاني؟ علشان البيت وكده يعني. والمطلوب يا أميرة؟ أنا هرجع الجورنال تاني وهعمل تحقيقات وهكتب مقالات في جرايد كبيرة وجرايد أجنبية، وكمان هقدم في الدراسات العليا، هعمل ماجستير والدكتوراه. أنا عاوز أنام وتصبح على خير. مين اللي ماشي في السوق دلوقتي؟ مساء الفل يا عم سيد، حلاله، انا حاتم. اهلا بنورة بكوس واسكندريه بحالها. اهلا بيك. ايه يا ابني اللي مدخلك ارض السوق السعادي؟ ابدا، انا اصل جاي من الجورنال متاخر، قلت اختصر السكه وحود من السوق. بمناسبه الجورنال، انتوا مش عندكم باب للعيانين واللي محتاجين دواء؟ ايوه، انت عندك حاله محتاج عمليه ولا حاجه؟ عمك الحاج مصطفى ابو جرانه رصد مبلغ على ما قسم كده ومكلفنا اتصرف فيه. قلت العقل بالي، ما هم العيانين دول اولى ولا ايه؟ يا سلام، هو الحاج مصطفى ده ملوش زي، ربنا يكرمه. مش زي راشد بيه، صحيح البطن قلابه. وانت لسه حاطط راشد بيه ده في دماغك يا ابني؟ ابعد عنه وما تأذيش روحك. ولما انا ابعد وانت تبعد يا عم السيد، مين اللي هيقف للفساد والمفسدين؟ نسيتني يا اخي، الدكتور علي رجع. دكتور علي مين؟ علي ابن عمك الحاج مصطفى، رجع بالسلامه النهارده. اخيرا، والله لولا ان الوقت متاخر كنت طلعت له، انها ملحوقه ان شاء الله. حاتم يا ابني، خد بالك من نفسك. كله على الله. تصبح على خير يا عم السيد. وانت من اهله يا ابني. قول لي يا فتحي. خير يا طنط. ايه اخبار مشروع المول التجاري اللي هتبنوه في بكوس؟ التفاصيل كلها مع راشد بيه، حضرتك ممكن عندك حق. لما يرجع ابقى فكرني اساله. كلميه حضرتك على لا المسألة مش مستاهلة. أصل سمعت إن الدكتور علي ابن الحاج مصطفى رجع من لندن بعد ما خد الدكتوراه، صحيح ده؟ أنا مضطر أمشي حالا لأن راشد بيه في المؤسسة بقاله أكتر من. أنا قررت أرجع الجورنال تاني. مش وقت الكلام ده خالص. لا، هو ده وقته يا فتحي. أنا زهقت من قعدة البيت، كل زمايلي دلوقتي حققوا ذاتهم. وشغل جورنان هو اللي هيحقق ذاتك يا مدام؟ فتحي، أنا هعمل الماجستير والدكتوراه ومش بعيدة أدرس في الجامعة زي مين؟ زي مين يا مدام؟ زي ماما. أوكي يا أميرة، بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. إحنا لازم نحسم الموضوع ده دلوقتي. جوزك عنده حق يا أميرة، وأنا متأكدة إنه هيعمل اللي عليه علشان يسعدك ويحقق لك راحتك، مش كده يا فتحي؟ كده يا طنط. وبخصوص أرض سوق بكوس يا فتحي، قلت لك يا طنط التفاصيل مع راشد بيه، ومتهيألي وصول الدكتور علي من السفر صحيح. امبارح سمعت من راشد بيه حاجة زي كده. امبارح بس؟ تلحقتي تعرفي منين يا أميرة؟ مش عارف لما أقابلك هقول لك إيه يا جدي. ابن علي حلم عمري يقول الكلام ده عن أهله وناسه. أستناه كل السنين دي عشان يرجع ويشيل الحمل عن كتافي. ألاقيه حمل أكبر من كل حمولي. أعمل إيه؟ عادي روحي. طب لما ينفد الأجل وقابل وجه رب كريم هيعمل ايه في أرض السوق؟ هيطرد الناس منها؟ هيخالف عهدك؟ شجرة الخير اللي غرستها جدي وكبرت وفرعت على ايد كل ولادك تتجز على ايد ابني انا. الله، يا الست دي على طول قاعدة جنب المقام كده ومكلفتة وشها بالطرحة دي. أيوة، هي نفس الست، أكتر من مرة شفتها في المقام. أسألها هي مين؟ لا، ما يصحش، دي جاية ناحيتي. مين دي؟ الحمد لله على سلامة علي يا عم. أميرة. عمري ما حسيت بالراحة غير وانا هنا في مقام جدي أبو جران. كنت بلبس الهدوم دي واجي المقام وامشي في السوق واسمع الناس واتكلم معاهم من غير ما يعرفوني.
من غير ما اسم راشد أبو جرانة يحط سور بيني وبينهم. كنت بشتري الخضار من السوق وأقطع نفس البياعين من الفصال وأشيل اللي اشتريته على إيدي لحد محطة الترماي، ومع زحمة الناس على المحطة أسيب اللي اشتريته على الأرض وأمشي. ياه قد إيه ببقى فرحانة وأنا بين الناس. واحدة، أي واحدة غير أميرة راشد أبو جرانة. يا سبحان الله، أميرة بنت راشد اللي أمها سليلة البشوات، تحب سوق بكوس وتغوى المشي فيه وسماع لغوة ناسه. وعلي اللي رجليه اشتكى منها تراب السوق، عايزين نضافوا من البياعين. سي علي يا سي علي ازيك يا دكتور؟ اهلا يا توحة، اخبارك ايه؟ اخباري زي اهرام. قال انت رايح فين؟ نعم. قصدي يعني تحب اوقف لك تاكس ولا تحب اوصف لك تركب ايه للحته اللي انت رايحها؟ اصل اسكندريه اتغيرت خالص على فكره. سمعت انها بقت احلى. طب وانت شايف ايه؟ بقت احلى